مشروعك اللي هيلبسك دهب. يا مساء الهنا، مساء السعد، مساء الفل، مساء السرور، مساء بصوا كل حاجة حلوة في الدنيا على قلبكم يا أحلى متابعين. بص أنا عايزاكم بس تتخيلوا كده، لو انتوا بتشوفوا المنظر ده والجو ولع حواليكم كده، وتتخيلوا الوز وعمال يعوم في المية كده وحواليه أزاز التلج. أحلى انتعاش في الدنيا وأحلى إحساس في الدنيا. عايزه اقول لكم ان الجو حر جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم الطبق غسلته ونضفته وقمت ملياه لهم ميه وحاطه لهم التلج فيه. انا بصوا اكمني صايمه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوره. فبصوا خدني الشوق والجلاله كده ان انا والله غسلت وشي منها، بس طبعا كنت لسه مليها قبل ما الوز يبهدلها. غسلت وشي منها وبقيت ادلق على راسي كده من فوق. الجو ولع، احنا صايمين والجو ولع. يلا نبتدي فيديو النهارده بقى بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وروتين جديد معاكم يعجبكم بمشيئة الرحمن. بصوا انا اصلا عجبني المنظر. انا كنت قاعده جنبها هناك كده، بس صعب عليا الوز وهو رايح جاي كده. انا حاطه لهم برده تلج في الاوضه جوه، بس الاوضه تحس برده حاسه ان هي مكتومه. بره في هوا، الجو بدا يطري، احنا بعد العصر. فقلت لا حرام، او ما انا بروح الناحيه التانية عشان اديهم فرصه ياخدوا ايه حريتهم ويطروا على قلبهم كده. لان انا لو عملت الخلطه بتاعه الاكل وحطيتهم دلوقتي عشان اغديهم مش هياكلوا غير لما ينزلوا في الميه ويرطبوا جسمهم الاول. الوز كده طول ما في حر ما بياكلش، في ميه قدامه يشرب ويستحمى ويرطب جسمه ويرطب على قلبه كده منها، وبعدين يروح يتجه ناحيه الاكل. طبعا مقدما كده، بس انا المفروض ما اقولش كده لان في ناس هتقول لي الحاجه اللي بتطلعها لي ما تتكلميش عليها. انا عايزه اقول لكم ان انا الوز السنه اللي فاتت يعني ربنا ما كرمنيش منه، ما رزقنيش منه الرزق. اللي انا عندي 3 نتايات، المفروض اقل حاجه يبيضوا 3 مرات، وفعلا عندي النتايه السوداء بس هي اللي بيضت مرتين. اما النتايتين البيض بيضوا 3 مرات، بس للاسف كانت السلاله ما كانتش تمام يعني. للاسف بيضت عندي 3 مرات وكل مره 4 بيضات، يعني ربنا ما كرمنيش في الموسم بتاع الوز السنه اللي فاتت. اما السنه دي بمشيئه الرحمن عايزه اقول لكم ان انا هسيب الذكر ونتايتين 2. نتايتين 2 يا ندى، هسيب الذكر مع نتايتين 2 او 3. بصوا بالكتير قوي هنقي 3 كده، ومش شرط يكونوا من القدام الامهات الكبيره او الخارج بتاع السنه اللي فاتت. والله بصوا مش هتفرق عندي، لان انا مشروع الوز زي ما قلت لكم استبعدوه تماما. الناس اللي عايزه تاكل رزق كده وهي قاعده في بيتها تاكل كده من بصوا حاجه، بصوا بمزاج كده، تاكل حاجه بنفس، مش تعبانه فيها قوي، مش مهلوكه فيها قوي. اما في ناس رايقه كده بتحب تاكل من موسم الوز دوت في الموسم بتاعه بس، لان الوز الموسم بتاعه في الشتاء بس. فانت لو تعملي حاجه مدخل رزق ليكي استبعدي الوز، لان الناس اللي بتبقى بتدور على مدخل رزق ليها وتوسع رزقها بمشاريع اكيد لو عندها مشاريع تانية ممكن تحط الوز جنبها، لان الوز ما بيشتغلش الا سنه مره واحده في السنه. فهم عندهم كده كده مدخل رزق تاني. اما الناس اللي عايزه مشروع واحد تفضل عليه ويبقى بابسط المقادير، وبابسط المقادير احنا نعمل كيكه بابسط المصاريف والتكلفه، فحاجه من بيتك كده. هنصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي ندى ال3 مشاريع اللي انت اتكلمتي عليهم امبارح وحابه تتكلمي عليهم النهارده. المهم بس عشان قبل ما ابدا معاكم، انا لسه ما بعتش من الوز بتاعي حاجه خالص. انا مش هسيب الا 4 بس من اللي انتوا شايفينه دول. طبعا انا لسه قبل ما ابدا ابيع في اي حاجه، يعني مثلا جبت دوره بط، دوره رومي، دوره سمان، دوره وز، اي حاجه عندي ببدا ان ربنا يكرمني منها ويبدا ان انا خلاص هبدا اطلع منها وابيع. قبل ما هقول في ده اللي عايز يتصل وياخده للبيع بطلع منه لله. حد يقول لي ما ينفعش تقولي كده، لا يعني لازم برضو. في ناس بتبقى بصوا بتحب بصوا اللي لله دوت ما بتحسبش. اللي لله دوت بيجي لك اضعاف ان طلعتي وزه الله اكبر ربنا بيكرمك، مش لازم في الطيور، بيكرمك في حاجات تانية كتير. فانا قبل ما طبعا قايله لكم ان انا هبيع منه على الشهر الجاي. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. انا دلوقتي خدت ذكر ونتايه من اللي هو الخرج الجديد. الكبار طبعا ما عنديش الا 3 نتايات وذكر، خدتهم دلوقتي طلعتهم لله، راحوا لصاحب نصيبك. فانتي نصيحه مني عشان ربنا يبارك لك في رزقك ويبقى رزق حلال كده مبارك فيه. قبل ما تبيعي اي حاجه مطلعه دوره فراخ بيضه، دوره بط، وز، روبي، حمام سمان، اي حاجه عندك دوره كده كبيره ربنا يكرمك منها وعايزه تبيعي، قبل ما تفكري في الرزق اللي هيجيلك فكري في اللي هيروح لله.
هتطلع منهم حاجه لله، حاجه بسيطه جدا جدا جدا. ربنا يبارك لك في حاجتك. فانا بدات النهارده وعملت كده. طبعا مشروع الوز قلت لكم اللي عايز يعمله هيستبعده تماما الا لو كان عندك مشروع تاني. انا عندي الرومي، عندي الفراخ بتاع البيض، عندي ما شاء الله الحمام، عندي السمان، عندي مشروع يعني انا جايباه كتنوع على السطح كده عشان القناه. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ايه يا ندى اللي انت طبعا انا قبل ما اقعد واتكلم معاكم كده، لان انا عارفه ان انا هقعد اتكلم وهاخد وقت، انا مسكت طيوري كلها، غيرت الميه اللي عندها وحطيت ازايز تلج صغيره في البلاستيكيات الصغيره. والبلاستيكيات انتوا شايفينها اللي الوز بيشرب منها دي فيها ازازتين كبار تلج. الله اكبر، الميه بصوا فريش كده، تخلي الواحد يجي له انتعاش كده ما شاء الله اللهم بارك. فايه هم الثلاث مشاريع يا ندى اللي انت بص داخلين مزاجك قوي وعاجبينك وشايفه ان هم يقدروا يدخلوا رزق وانت قاعده في بيتك وبابسط التكاليف؟ طبعا اول هام اللهم صل وسلم وبارك الفراخ البلدي لانتاج البيض. الفراخ البلدي لانتاج البيض يا ندى، الفراخ البلدي لانتاج البيض. بص اللهم بارك اللهم بارك، انا ما عنديش هم تقريبا 12 فرخه اللي بيبيضوا، يعني الله اكبر. ال 12 فرخه لو هيبيضوا لك بالقليل قوي خليكي يا ست في 6 7 بيضات كل يوم. شوف الله اكبر، انت لو هتبيعي البيضه زي ما بتتباع عندكم بخمسة، عندنا ناس هنا بتباع ب5.5، في ناس بتباع ب6، خليكي في 5.5. فانت 6 بيضات 30 جنيه يوميا. والله اكبر في ساعات هتلاقي 10. انا مصوره معاكم فيديو الاسبوع اللي فات، تلاقي 10 بيضات من ال 12 فرخه، ساعات هتلاقي 8، اقل حاجه هتلاقيها 6 7. يعني الله اكبر، خلينا في المتوسط 8 بيضات. لو هتبيعها ب5 جنيه يا ستي، انا عن نفسي ببيع البيضه ب5 جنيه. لو هتبيعها ب5 جنيه 40 جنيه يوميا، غير ان انت بتاكلي كمان، يعني غير ان انت ربنا بيكرمك. ولو طلعتي حاجه لله، يعني انا لو واحده تعز عليا مثلا كده طلبت ب50 جنيه بيض، طبعا ابو 50 جنيه بيض انت تقدري في يوم واحد او يومين بالكتير قوي تحوشهم لها وتديهم لها، غير البيض اللي هتستخدميه عندك تحت في شقتك. في حاجات كده بتطلع بزيادة. انا مثلا عندي بيض سمان، يعني لو واحده طلبت مني ب50 جنيه بيض، اللهم صل وسلم وبارك، هتاخد ال10 بيضات، ال50 جنيه 10 بيضات. بقوم حاطه لها 3 بيضات من السمان، 4 بيضات من السمان. ما عنديش بيض سمان بقوم حاطه بيضه واحده زياده كده. طبعا بيبقى عندك كده في بتبقى زنقه عنقود بتاع بيضه صغننه كده، ساعات بتلاقيها في وسط البيض، بقوم حاطاها لهم زياده. ربنا بيبارك لي في الحاجه. الحاجات اللي بتطلع لله دي حتى ما تقوليش اللي بياخد منك ده مبسوط ومش عارفه بيبعت كل شويه ياخد ويعمل ويسوي، لا. انت حطاها بنيه ان هي طالعه لله كده، ربنا بيكرمك في حاجتك. يعني اول مشروع تربيه من بيتك وعايزه ربنا يكرمك منه الفراخ البلدي لانتاج البيض. انا عن نفسي ببيعها ب5، في ناس بتبيعها ب6 وجنبيه والله في ناس بيبيعوها ب6 وبيقولوا لي مش نفس حجم البيضه بتاعتك يا ندى. ده كلام من بق اللي بياخدوا منه، بص الاهالي اللي بتاخد مني كده. فاللهم صل وسلم وبارك، انا حاطه في دماغي ان انا هزود فراخ لسه، وهقفل اوضه للفراخ، هسيبها للفراخ بس لانتاج البيض. المشروع لانتاج البيض يعني مش لبيتي بس. طب ايه تاني مشروع يا ندى؟ عايزه اقول لكم ان مشروع الرومي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، احلى مشروع تربيه في بيتك. انت لو عندك روميتين بيبيضوا وبيرقدوا هيخرجوا لك، والروميه الواحده لما بترقد ينفع تحطي تحتها 25 بيضه. لو بيضت عندك 20 بيضه تكملي، لو حجمها حلو تكملي 30 بيضه تحتها، تكملي 5 بيضات فراخ تحتها. بيخرج الرومي، سيبيكي من غير البيض اللي انت هتحطيه تحتها. يعني هي وهي راقده انت بتكسبي منها فقاسه طبيعيه موجوده عندك في البيت، فقاستين موجودين طبيعي بدون بقى حراره، بدون تكاليف، بدون مجهود، فقاستين موجودين عندك في البيت. يعني الاثنين لو راقده تحطي تحتهم في حدود في الميت قوي 55 بيضه. فاللهم صل وسلم وبارك. والرومي في كل الاعمار بتاعته وفي كل مراحل الانتاج بتاعه في رزق كبير جدا وربح عالي جدا. البيضه بتتباع بتكسبي فيها بعد ما تخرج من يعني الروميه ترقد على 26 28 يوم، في الحر ده 26 يوم، هتخرج بعد 26 يوم، هتبيعيه عمر يوم بس، هيتباع بيوم. ومش هقول لكم اسعار، بس بيبقى في رزق وفي بركه. هتقعديه اسبوع هتبيعيه برضو بسعر هيغلى، هتقعديه شهر هيغلى، هتقعديه شهرين هيغلى. كل ما بتقعدي الحاجه عندك كل ما ربنا بيكرمك فيها، وكل ما هي طول ما بتقعد بتطول عندك فبتزود في فلوسها. حتى العمر الكبير بيتباع بالكيلو. الكيلو الايام اللي احنا فيها دي في السوق يوم الحد اللي فات كان ب150 جنيه وب160 جنيه الكيلو.
فاللهم صل وسلم وبارك. مشروع الرومي دوت يعني بصوا، لو واحده ربنا يكرمها كده عايزه تربي الاتنين مع بعض، هاتي خلي ربنا يكرمك كده، هاتيلك بصي 3 جواز مثلا رومي، عشان انت ورزقك بقى اللي يطلع الذكوره او النتش قد. بس يستحسن ان انت تجيبيه من حد رقد بلدي عنده، يعني ما تجيبيش معامل. في ناس بتقول المعامل ما بترقدش. انا عندي الروميه بتاعتي اللي بترقد ديت، واحده كنت شاريها منها قالت لي انا شاريها من مزرعه ومعامل. فانا الحمد لله طبعا اول مره دوختني على ما رقدت وما رقدتش، تاني مره بقى حاولت احبسها واتاقلم معاها بشويه حاجات كده وتقاليد وحاجات عملتها لها كده فرقدت. يعني بقيت احبسها كل يوم، بس صراحه تعب ان انت تطلعي تجري ورا روميه كده يوميا المغرب عشان تمسكيها تدخليها في قلب السلاكه، تعب. فيستحسن ان انت تشوفي حد موثوق فيه عنده رومي بلدي تربيه بلدي بيفقس عنده وبيرقد عنده، تجيبي منه، ده هيبقى ممتاز جدا جدا جدا. هاتيلك يا ستي لو هو كبير هيبقى غالي عليكي، هاتيلك 3 جواز. 3 جواز ممكن يطلع لك فيهم ذكرين مثلا مع ال4 نتايات، انت ورزقك بقى. ممكن تخلي ال4 نتايات مع الذكرين. اللهم صل وسلم وبارك. اللي ترد هتحجزيها في مكان وتزودي تحتها بيض فراخ طبعا. ولو عايزه تجيبي الفراخ، لو هتجيبي رومي صغير، نصيحه من اختك، هاتي الرومي مع الكتاكيت البلدي اللي هتجيبيها. يعني الرومي مثلا لو هتجيبي مثلا عمر شهر ولا حاجه، هاتي الكتاكيت برضو عمر شهر ولا حاجه، يبقوا الاتنين في سن بعض كده تقريبا في حجم بعض عشان ما يأذوش بعض، تربيهم مع بعض وربنا يكرمك من الاتنين. الرومي على ما هيبدأ يشتغل ويبيض عندك هتلاقي الفراخ بتاعتك بشرت بالبيض، ربنا هيكرمك منها. هيبقى احلى مشروعين في الدنيا تربيهم عندك على سطحك وبدون اي تكاليف. الرومي لما بيكبر بياكل اكل البيت، الخضره بياكل معاكي، اي حاجه بتحطيها بياكلها، وكذلك الفراخ البلدي اي اكل بيت بتاكله. ايه المشروع الثالث بقى؟ بص عايزه لكم المشروع الثالث دوت، هو في البدايه بيبقى مكلف شويه، بس اللهم بارك رزقه بيبقى، عايزه اقول لكم اللهم بارك ربنا يوسع رزقكم كله. الفقاسه الاوتوماتيك، بس يكون عدد بيض محترم كده، يعني اقل عدد هتجيبيه 300 بيضه هتجيبيها. هي مكلفه شويه، يعني لو هتجيبي حاجه جديده عندك فقاسات الشامل وعندك فقاسات الدسوقي وعندك البوتو اللي هي البي تي او. يعني البوتو ديت الثمن اللهم صل وسلم وبارك 320 بيضه عاملين 13000 جنيه. اما الشامل 380 بيضه عامله 8000 ونص. هي شركات وهي اسعار. طب انت جربتي ايه يا ندى؟ انا كندى انا ما جربتش لسه اي فقاسات بعدد بيض كبير زي كده، بس اللي انا ناويه اجيبه ان شاء الله يا البوتو يا الشامل، لان على حسب، يعني انا بحثت كتير عن موضوع الفقاسات دوت، لقيت ان هو مشروع مربح جدا جدا. بيدخل رزق كويس جدا، بس عايز متابعه وعنايه خاصه. يعني لو عندك اوضه محكمه كده هتعملي بطاريات كده على جنب ليها، هو في اولها بس بيبقى مكلف، بس الله اكبر لو شغلتها دورتين 3 هتجيبي حقها. مؤخرا بقى كنت سالت حد قال لي يا ندى يستحسن ان انت تبحثي وتدوري على واحده استعمال خفيف كده وتجيبيها، هتبقى موفره معاكي وهيبقى شغلها كويس يعني، والشغل ما اتضغطتش شغل كتير قوي، يعني هتبقى حلوه وشغاله معاكي وبسعر رخيص. فانا حاليا بدور على واحده استعمال خفيف كده، بوتو او الشامل، يعني في حدود 380 بيضه 450 بيضه في الحدود ديت. هجيبها على قد صراحه لان لسه هشتغل وهتدرب فيها واعمل فلما ربنا يكرمني ويوسع رزقي ورزقكم جميعا قولوا امين، ولا ان انا اتدربت عليها والدنيا تمام وزي الفل وشغاله، ممكن ابيع الحجم عدد البيض القليل واستعين بواحده اكبر بقى. وممكن هي الصغيره اللي هتجيبيها ديت ممكن لو دخلتي من فلوسها في جمعيه ولا حاجه ربنا يكرمك تجيبي الكبيره. فالفقاسه والرومي والفراخ البلدي دول احسن 3 مشاريع تربيهم على بيتك وانت قاعده مرتاحه كده وحاطه رجل على رجل. فاللهم صل وسلم وبارك. انا الحمد لله يعني زي ما قلت لكم الوز عندي مش مديله اي اهتمام دلوقتي صراحه، مش هضحك عليكم، ولا سمان ولا حمام ولا اي حاجه مديله اهتمام دلوقتي. انا مهتميه دلوقتي بالروميتين اللي جوه اللي مدوخيننا دول. الله اكبر الله اكبر. انا عندي روميه بقالها 3 شهور بتبيض، بقالها 3 شهور بتبيض، يوم ويوم بتبيض، يعني يوم بيضه كل يومين، تبيض النهارده تعدي بكره تبيض لي بعد بكره. الله اكبر. انا يعني انتوا فاكرين بقى في ناس كتير تفرح وفي ناس قالت لي ده سلاله حلوه وحافظه عليها واهتم بيها. خلوا بالكم الصيف بيفسد اي حاجه. انا بص يعني مش عايزه اقول لكم هي باضت تيجي 30 بيضه عند صاحبتي ديت، لان هي كانت عند صاحبتي كان عندها النتايه بتاعتها ماتت، وصراحه الديك رومي كان واقف لوحده، منع اكل ومنع شرب وخس وعدم كده وكان هيموت وراها. في رومي بيحزن على اللي منه، الرومي بيحزن على اللي منه. يعني انا اول رومي جبته كنت جايبه جوزين 2 قلت هربيهم ذكوره للاكل،
طلع عندي نتايه وثلاث ذكوره، انا خدت ذكرين ذبحتهم. عايزه اقول لكم ان ديك الرومي الكبير اللي جوه دوت واحد منهم من نتايه. فاللهم صل وسلم وبارك. عايزه اقول لكم ما فضل اسبوع يبصوا يروحوا ناحيه الاكل ويرجعوا، يروحوا ناحيه الاكل ويرجعوا، زعلوا على الذكرين اللي انا خدتهم. فانا خفت للرومي بتاعها طبعا يجرى له حاجه وبتاع، وانا كان ربنا رزقني بروميه تانية عندي بتبيض، والروميه ديت مسكتها لقيتها عليها بيضه، يعني هوديها لها النهارده تاني يوم هتبيض لها البيض. رحت قلت لها خدي وقفها مع الذكر وهتبيض، اعملي لها مكان وهتبيض. فهي طبعا لانها بيضت برضو في الصيف وعدد بيض كبير، فربنا ما كرمناش منه، لان الصيف بيبوظ اي حاجه. وكانت الايام اللي فاتت دي موجه حر شديده جدا جدا، وما زالت الموجه دي شغاله، فبوظت البيض كله، فربنا ما كرمناش منها. انتوا عارفين الروميه ديت لو باضت في عز الشتاء، اقسم بربي اقسم بربي لو كان السطح بتاعي وبتاعها زمانه عمران بالرومي دلوقتي. يعني دخلت، يعني هي باضت عندها تقريبا في حدود 30 بيضه، وعندي هنا باضت 9 بيضات، وعندها بيضتين جوه، يعني 11 بيضه على ال 30 بيضه، يعني داخله في 41 بيضه. تخيلوا انتوا بقى، هي لو ال 41 بيضه دول لو خرجوا، يعني خليكي في الحدود 35 مثلا، 6 يطلعوا كده ولا حاجه، بيضه تتشرخ، بيضه تتكسر، بيضه مش عارفه تطلع فاضيه بتاع 35 روميه لو طلع الله اكبر كانوا هيعمروا لي السطح بتاعها وبتاعي. فاحنا ملناش نصيب فيهم. ممكن برضو من الحر، في ناس بتقول اتنظرت مش عارفه كاني ماني، انا ما باخدش بكل الظروف دي، انا باخد بالوضع اللي قدامي، ان الجو حر ومبوظ البيض وخلاص على كده. فانا طولت معاكم، بس دول افضل 3 مشاريع لو حابه ان انت تفكري وتعملي اي مشروع، وفرحانه بالوز وشكل الوز، وفرحانه بالحمام مشروع. بصوا عايزه اقول لكم الحمام برضو حلو جدا، بس انا كندا يعني انا بفضل افضل 3 انواع للمشاريع تربيهم. في من بعد كده عندك البط، في من بعد كده عندك السمان، مشروع حلو جدا جدا جدا. كل يعني لو جبت الدوره من عمر يوم ل 30 يوم، كل 30 يوم هتبيعي سمان للحم وللبيض برضو ما شاء الله، بيبقى مشروع كويس جدا. الحمام، البط البلدي، الارانب. بس افضل 3 انواع عن تجربتي الشخصيه واللي انا شايفاه، انا بربي، بص بقول لكم بقالي سنين، فكندا انا شايفه دول افضل 3 مشاريع. واللي شايف ان كلامي صح يكتب لي فعلا صح في الكومنتات، واللي شايف ان في مشروع افضل من ال3 مشاريع دول يكتب لي عليهم. بس انا بص بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير دول افضل 3 مشاريع. فربنا يبارك لكم جميعا ويرزقكم جميعا كده بمشيئة الرحمن، وادعوا لنا كده ان شاء الله. ولو حد عارف حد بيبيع فقاسات الشامل او البوتو ديت، عنده مستعمله واستعمال بسيط كده، ان هي تقدر تشتغل معانا يعني انا لما حد قال لي هاتيها مستعمله، انا قلت له انا عندي ادفع ال 13000 ولا ال 8000 ونص دول بالشحن بالبتاع هتكلف 10، والثانيه ام 13 هتكلف مثلا قولي 15000. يعني انا عندي ادفع ال 15000 جنيه، ربنا يوسع رزقي فيهم ويكرمني كده وندبر حالنا. عندي ادفع ال 15000 وان انا ما اجيبش حاجه مستعمله، ده فصلت، ده الرطوبه مش عارفه تتظبط، ده الحراره مش عارفه كاني، ده فيها حوض الميه مش عارفه ايه، ده فيها مش عارفه ايه، ده فيها مدرك ايه. يعني انتوا برضو شوروا عليا. في ناس كتير قالت لي يا ندى هاتي اللي هو نص استعمال كده، استعمال دورتين 3، والحاجات دي يا جماعه بتيجي لقطه، يعني انت ورزقك بقى. فلو حد يعرف اي مكان بيبيع فقاسات من انواع محترمه، شركات كويسه مضمونه، بيبيع حاجات نص استخدام كده نص عمر، فيقول لنا عليها في الكومنتات. وان شاء الله كله خير وبمشيئة الرحمن، ربنا يوسع رزقكم ورزقي جميعا، قول اللهم امين. طولت عليكم جدا جدا جدا. تعالوا بقى ناخد جوله على السطح بتاعنا كده، يلا عشان اوريكم انا عملت ايه. طبعا عايزه اقول لكم ان السمانه الصغننه ربنا ما كرمناش كده فيها، مش عارفه عرسه ولا الفراخ الكبيره اللي عملت فيها كده. انا سبتها مكانها عشان اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا مفيش رقبه خالص، اهي مفيش رقبه خالص، رقبتها راحت فين معرفش ايه اللي واكلها. كنت حاطه لهم خضره، بصوا هو مفيش رقبه خالص. مش عارفه بقى الفراخ الكبيره اللي نقرت فيه ولا عرسه جت طلته، والله انا ما انا عارفه، مش عارفه. بصوا مفيش خالص، بصوا كل حاجه مكتوبه. انا عايزه اقول لكم ان انا الميه متلجه، انا ماليه السقايه بتاعتي، مش عارفه تاخدوا بالكم ولا لا، في ازازه تلج جوه، انا حاطه ازازه تلج جوه مش صغيره، مليتها لهم وحطيت لهم ازازه التلج. طبعا سلقه لهم بيضتين برضو، البيض عندنا كتير اليومين دول بتاع الرومي البايظ، بسلق لهم. ودول ازازتين التلج شايفين، فكوا. عايزه اقول لكم ميه مشبره، عسل 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 عسل.
وهنا برضو تعالوا شوفوا الرومي، الارانب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عايزه اقول لكم ساعه ما كان في حر كده، اول ما مليت لهم دي وحطيت فيها، والله الميه متلجه، اول ما حطيت فيها الازازه كده كلهم يا عيني، كلهم كانوا متكومين حواليها كده. والله كنت عايزه اصور، بس بصوا كان الجو انفرض ومش عارفه كنت بعمل ايه، قلت بقول لهم. كانت مرطبه عليهم جدا. طبعا ده البيض اللي جبناه دلوقتي. تعالوا نشوف الحمام وبالمره ناخد الكلفه نرميها له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمام بقى بعد ما كنست ونضفت العشه والميه تلجت في البلاسكيه الكبيره اللي بره، رحت ماليه لهم ميه متلجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوزع بس الطواجن كده عشان نحط لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اللهم بارك. هنبقى هنطلع ونسيبهم ياكلوا براحتهم كده، يلا عشان ما نطولش عليكم الفيديو النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخه الهندي الحمد لله بيضه، البيضه هناك اهيت والدنيا تمام. انا كنت مليله البلاستيكات الخضره دي كلها وحياه ربنا كنت حاطه لها في البلاستيكيه، راحوا موقعينها وبقت عماله تفرك جسمها فيها كده. اهم حاجه يا حاجه ان انت بخير، وبصي البيضه حاطه لها برده ازازه تلج في الميه والدنيا تمام عنده. يعني قبل ما اقعد اتكلم معاكم عملت الحاجات دي كلها عشان الكلام، انا قعدت اتكلم معاكم تقريبا يجي تلت ساعه عشان ما ننساش طيورنا. طبعا البطايه العسل بتاعتنا ديت حطيت لها برده حبه خضره وشويه ميه، بس انا حاسه ان اللهم بارك هترجع تبيض لنا تاني، فقلت احجزها هي والدكر هنا. كده كده مفيش اي حاجه في العشه، بس قلت هقفل باب من هنا، حتى لهم باب صغنون كده ممكن الفراخ تنط تخش عندهم، بس هترجع يعني ترجع على السطح تاني، اما هم مش هيعرفوا ينط. فحطيت حته الخشبه دي قفلت عليهم وحجزتهم لوحدهم، يعني كده تمام. شايفه ان كده تمام وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي دول، حبايب قلبي ده الكنز بتاعي، دول اللي فعلا هيلبسوكي دهب. مشروعك اللي هيلبسك دهب في جميع اعماره، رزق واسع. هو بيتباع غالي، فعشان كده مشروعه بيبقى مربح جدا جدا. يعني انا طبعا غيرت الميه وحطيت تلجية فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. النتايتين بصوا هناك خالص اهو، بصوا النتايه اللي ورا خفت خالص لان بقالها فتره بتبيض، مش عارفه هتبطل بيض امتى. هي بيضه البطين هناك اهو، وهنا برضو في البطين اهو. الدنيا تمام كده عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول اخد صوره مصغره، مش عارفين تظبطوا ليه، وقفوا عدل.
اهو لازم يتحركوا يا ولاد الذين انتوا. هم عايزين يخرجوا يعني، مش واخدين على الحبس. انا طلعتهم النهارده على فكره، يجي نص ساعه. الاوضه اللي انتوا شايفينها دي انا كنساها النهارده، كنستها قبل ما احط لهم الخضره. كده تمام عندهم. انا مش عارفه اخد صوره، هحاول اظبط انا بقى صوره لما انزل. بص برضو جوه ملي لهم بلاستيكايه فيها تلجايه. التلج دوت قبل ما بنزل. طب انت بتعملي ايه؟ انا طبعا عشان المكان في الفريزر ولزايز، احنا دلوقتي عاملين مقاطعه ما بنجيبش، فلزايز دي بصرف وبجيبها. ف بصوا هو التلج فك. قبل ما بنزل بفضي الميه اللي فيهم في قلب البلاستيكيه، وباخدهم معايا وانا نازله املاهم، وبجيبهم تاني يوم وانا طالعه. بره يعني. عايزه اكل، مخلصه العلم. هتشوفني هتنط. بص مغطيه البيض، سبحان الله، مغطيه البيض قبل ما تطلع تاني. مش هعمل له حاجه. خلاص اجيب لها دلوقتي شويه علف على كلفه. دول برضه حطيت لهم ازازه، بلم الازاز دي كلها قبل ما بخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه هترقدوا امتى، وقستهم الاتنين معلهمش ولا دي على بيضه ولا دي على بيضه، بس ما اعرفش هيرقدوا امتى. بصوا كده طمنتكم على كل الطيور بتاعتي. يلا سريعا كده بقى هنحط لهم الاكل عشان نختم معاكم احلى فيديو واحلى روتين النهارده مع احلى متابعين واحلى اخوات. لو وصلت لحد هنا فضلا وليس امرا حطوا لنا اللايك على الفيديو الجميل ده. ده اول حاجه عملتها، البيض على العلف. هنحط بقى للسمان وللرومي وللطيور بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حطيت لهم، عملت لهم رده على عيش على تشيشه. وطبعا الخضره انا كنت مقطعاها في الطبق الكبير اللي انتوا شايفينه دوت، وكان عندي بواقي اكل بيت بقى رميتها لهم. وكده اكون وصلت معاكم لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. لو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى، وده شرف ليا، انضمامكم لقناتي بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. طبعا عملت الخلطه، حطيت لطيوري كلها، حطيت للبط وللرومي، حتى السمان حطيت له شويه، وحطيت للفرخه الهندي، وحطيت للبط بتاعي اللي في البلكونه، وحطيت للرومي. ما شاء الله. متنسوناش في اللايك الجميل، اللايك ببلاش. وانتظروني بكره في فيديو جديد وروتين جديد. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.